هنا سأسكت قليلا، هسيبكم بقى تستمتعوا بالشروق معايا. والشمس وهي بتشرق كده، بجد الجو مهما اوصف لكم كان حلو قوي. انا كان نفسي بجد تكونوا معايا كلكم تستمتعوا بالمنظر الجميل ده، والجو كده كان مندي كده وجميل بجد. هسيبكم بقى لحظات وارجع لكم تاني. احنا فطرنا في اليوم دوت، فطرنا في البلكونة، جبنا بقى الجبنة واللانشون والحاجات اللي احنا جبناها في الماركت. بس انا الصراحة ما صورتش، كنت عايزة استمتع باللحظة الحلوة دي. وفطرنا في البلكونة، بجد الجو كان حلو قوي. احنا هنا بقى نزلنا علشان كنا عايزين شوية لب وزداني ومكسرات وكده، شوية تسالي كده ناكلها على البحر، ناخدها على البحر معانا. وقعدنا نلف ونبحث وكده لحد ما لقينا رياحين. رياحين ده طبعا تحفة. اهو احنا وقفنا عنده، بجد حلو قوي. في ليه كذا فرع اصلا في القاهرة، واقرب فرع لينا كان في اكتوبر. بجد لازم تجربوه، الحاجات بتاعته تحفة حلوة قوي، ومفيش ولا واحدة فيها بجد تلاقيها بايظة ولا متحمصة تحميصة حلوة. لا لازم تجربوه اللي مجربهوش. انا عارفه ان التصوير مش احلى حاجه، بس مش عارفه ايه غيتي ان انا اصور الارض. بس واحده واحده كده هصور، هظبط التصوير وهيجيلي جرأة ان انا اصور كده بجراءه كده، متقلقوش. بس انتوا اقفوا معايا وشجعوني. احنا رحنا كان الساعه حوالي 9 كده، 9:15. هو شكله ما كانش لسه فاتح، او اللي هو كان فاتح بس قافل الباب، مش عارفه بقى هو خرج يجيب حاجه ولا كان بيعمل حاجه جوه. فقلنا نتمشى كده شوية في العربية، نشوف البلد الصبح كده عاملة ازاي. ورجعنا له تاني. ده بقى فندق سندباد، بجد حلو جدا، انا نفسي ادخله بس هو غالي طبعا جدا. هو فيه اكبر اكوا بارك. احمد دخله قبل كده. انا بصراحه بحب المغامرات المائيه، ببقى عايزه اجربها الصراحه. ما جربتهاش خالص طول عمري، بس انا عايزه اجربها. هو آه فيها اكوا بارك يعني كبيره وكده، فانا عايزه اجربها الصراحه ومتحمسه. فدي من ضمن البلان اللي هعملها بقى المره الجايه، لان المره دي عملت حاجات كتير، كل مره بقى اعمل حاجات مختلفه. ده كده جنب فندق سندباد. احنا كده داخلين على الممشى السياحي. الجو بجد الصبح كان حلو جدا. كان الجو مشرق كده وجميل. هسيبكم بقى تستمتعوا معايا في الشوارع، بجد الجو كان حلو قوي، شوارع نظيفة. لا بجد غير عندنا خالص، غير القاهرة خالص. انا في القاهرة طبعا، بس غير عندنا بقى، يعني فاهمين قصدي؟ ليه الدنيا ما تبقاش كلها كده ونظيفة كده وحلوة؟ ولا هم عشان بس السياح بيهتموا بالسياحة وكده؟ ماشي اوكي انا معاكم، بس احنا برضو كمصريين عايزين نستمتع بالحاجات دي. بس انا عارفة ان في معظم مننا ما بيهتموش، ما بيحافظوش على الحاجات، لان انا في اماكن كتيرة قوي هنا عندنا في القاهرة نضيفة جدا، وتلاقي ناس كده ماشية بتاكل اي حاجة كده تروح ترمي الحاجات على الارض. طب ما انتوا اللي بتحافظوا على حاجتكم. في بعض الناس انا عارفة ان هم مش بيهتموا، مش بيحافظوا على المكان اللي هم فيه. احنا هنا كده في الممشى السياحي. المحلات بقى طبعا الصبح ما بتبقاش فاتحة كلها، لانهم بيسهروا بالليل بقى. بجد الجو مختلف، والجو حاجة تانية خالص. هبقى اصور لكم برضو وانزل لهم لكم. بجد الرحلة كانت حلوة قوي، وانا اتبسطت، واتمنى ان انتوا كلكم تكونوا طبعا مبسوطين معايا. ومبسوطين بانبساطي، وتشجعوني كده وتعملوا لايك وكومنت حلو منكم يرفع من معنوياتي ويشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات كتير. احنا هنا بقى خلاص كنا هنرجع بقى ونروح تاني للرياحين، علشان كان كده اكيد كان زمانه فتح، ورحنا فعلا لقيناه فتح بالفعل. بجد عنده حاجات حلوة قوي، انا بتبسط لما بروح الاماكن دي. بحب قوي برضو الكاندي، بيبقى عنده كاندي غريبة قوي. بحب المقرمشات دي جدا. عنده جميع الاطعمة، بجد جربوه. حتى لو تدخلوا تجيبوا كمية صغيرة، انتوا عارفين حتى اللب السوري عامله بالاطعمة. كاتشب بالجبنة بالشطة والليمون، مش عامله بالملح بس. وبرضه عامله بالبابريكا المدخنة. جربوه حتى لو تجيبوا كميات صغيرة.
مش قصدي ان انتوا تجيبوا كميات كبيرة ولا بقى تجيبوا فستق ولوز والحاجات دي، لأ. ممكن تجربوا الحاجات اللي هي اللي على قد الايد اللي احنا بنجيبها كلنا يعني. انا جبت لب سوري، جبت ربع لب سوري بتشكيلة كده بأطعمة مختلفة. وجبت حمص، الحمص بتاعه حلو قوي دوت. الصراحة مش فاكرة كان ايه، بس حاجة كده مقرمشات بالكراميل. انا ما جربتهاش الصراحة. كان شكلها برضو مش مشجعني، بس ما حبيتش ان انا اجربها الصراحة. وجبنا شوية فستق كده صغيرين، عملنا كده تشكيلة في الكيس. وجبت المقرمشات، في المقرمشات طعمها حلو قوي برضو. جبت تشكيلة أطعمة مختلفة وحطيت بقى كل دوت. لما باجي اروح على البحر او حاجة بحط كيس في تشكيلة بقى بين كل ده، وناخده معانا بقى ايه على وكان عنده برضو حلويات الشرقية. كانت شكلها حلو قوي برضو، بس انا ما جربتهاش الصراحة. بس كان شكلها مبهج كده وجميل. والكاندي بقى باشكاله وانواعه، بس انا الصراحة ما جبتش. وكان عنده برضو جميع انواع الاعشاب. العطار، نوع العطار ده بجد احلى حاجة. جربوا الكركديه وجربوا الرمان بتاعه بجد، والشاي الاخضر، بجد كل حاجة العطار حلوة جدا.